هتروح على فين؟ العالم ده كله بتاعي. في كتير حاجات حوالينا بتحصل بتأثر فينا، حروب، أزمات، زلازل، عصير، كلها مشاهد بتشغل عندنا أداة عبقرية موجودة فينا اسمها التعاطف. التعاطف يقدر يغير كل حاجة، يقدر يخلينا نحس باللي حوالينا ونفهم هم حاسين بإيه وبيفكروا في إيه. التعاطف يقدر يحرك قوافل طبية، يقدر يقوم بثورات، يقدر حتى يحرك جيوش، لكن للأسف الأداة دي مش دايما شغالة عند كل الناس. في حاجة لو انوجدت فينا تقدر تلغي قدرتنا على التعاطف، الحاجة دي هي النرجسية. في الحقيقة كلنا جوانا نسبة من النرجسية. كلنا بنحب نفسنا عادي، ولازم نتصالح مع ده، ولازم كمان نتعلم ازاي نكشف النرجسيين اللي حوالينا قبل ما يشدونا في دوامتهم ويغرقونا في سمهم. من أول ما بنتولد وإحنا بنصرخ علشان ناخد اهتمام اللي حوالينا. إحنا كائن اجتماعي، وجودنا نفسه بيعتمد على نظرات الناس لينا. فكر فيها، أنت مثلا لو منعزل لوحدك في جبل ومحدش يعرف عنك حاجة، فأنت بالنسبة للعالم اللي عايشين فيه مش موجود أصلا. وفعلا ناس كتير من اللي كانوا عايشين في عزلة لما رجعوا منها حكوا إنهم كانوا بدأوا فعلا يشككوا في وجودهم، وفي منهم اللي اقتنع إنه مش موجود أصلا. فأنت من غير عيون تشوفك بتتبخر من الوجود، وده مش بس احتياج جسدي للإدراك، لكنه كمان احتياج نفسي. إحنا محتاجين حد يقدر وجودنا، حد يقول لنا انا شايفك وحاسس بيك ومقدر اللي بتعمله. ثقتنا في نفسنا كلها مبنيه على ده، وعشان كده الناس مستعده تعمل المستحيل عشان تخطف انتباه اللي حواليها. الموضوع ممكن يوصل لجريمه بشعه او حتى محاوله انتحار. احنا دايما في سباق، في البيت بننافس اخواتنا على اهتمام اهلنا، في المدرسه بننافس زمايلنا، وفي الشغل كلنا بنطمح لانتباه المدير. ووقت ما نحس ان محدش شايفنا بيبدا يتكون جوانا شعور بالوحده والاكتئاب، نبدا نجري، نضحك، نبدا نتصنع شخصيه مش بتاعتنا، وده بيخلي الناس يحسوا اننا ملحين زياده فيبعدوا اكتر. وهنا بيجي الحل السحري اللي لو عينا بيحطه قدامنا على طبق من ذهب. نبدا نكون صوره داخليه عن نفسنا نحبها ونتعلق بيها. الصوره دي بتتكون من آرائنا، ذوقنا، نظرتنا للدنيا، والقيم اللي بنؤمن بيها. بتركز في الحلو اللي جوانا وتحاول تبرر العيوب، بس في نفس الوقت ما تكونش بتبالغ قوي، لانها لو كانت بعيدة عن الواقع الناس هتكشفنا بسهولة، لكن لو كانت واقعية كفاية هتقدر تكون لنا الحضن اللي نرجع له وقت الوحدة، والمراية اللي نحب نفسنا فيها. الصورة دي كفاية قوي بالنسبة لنا، وبتغنينا عن رأي الناس فينا، يعني بتمثل لنا تقرير ذاتي حقيقي عن نفسنا. الصورة دي بتبدأ تتكون جوانا من عمر 2 ل5 سنين، ودي المرحلة اللي بنكتشف فيها ان الدنيا مش دايما بتدينا اللي احنا عاوزينه، فبنبدأ نحس بالوحدة، لكننا لسه محتاجين اهلنا عشان نعيش. فوقتها بنعمل حركة ذكية جدا، بنبدأ ناخد من صفات اهلنا ونركبها جوانا، الحنية، القسوة، القوة، ويعيش الطفل المرحلة دي وهو بيحاول يقلد الصفات دي اللي ركبها جواه لحد ما يوصل لبداية الاستقلال. وهنا بيكون مفترق الطرق. لو الأهل شجعوا الطفل وقالوا له كمل، برافو احنا شايفينك، وقتها هيقدر يبني صورة ذاتية قوية مستقلة لنفسه. لكن للأسف في أطفال تانيين ما بيوصلوش للنقطة دي، وده يا إما بسبب إهمال من الأهل أو حب زايد للطفل يخنقه ويخليه يعيش حياته من خلال أهله. وقتها الطفل بيطلع ما عندوش صورة ثابتة جواه، وكل اللي يقدر يعمله إنه يعيش على انتباه الناس له، ولو ما حدش شافه هيحس إنه مش موجود أصلا. خلونا بقى نتكلم عن أول نوع معانا من النرجسيين، النرجسي العميق. النوع ده بيكون في سن العشرينات والثلاثينات، وبيكون عايش على جرعات من انتباه الناس زيه زي المدمن بالظبط. أوقات بيكون اكستروفيرت، قادر يجذب الأنظار والانتباه، لكن مع الوقت بيرهق ويبان انه مبالغ، فبيبدأ يدور على اصدقاء جديدة عشان يلاقي جمهور جديد يصدقه. واوقات يكون انتروفيرت، يعيش في اوهام عن نفسه وشايف انه احسن من الكل، وبما ان محدش مصدقه فبيدخل في مرحلة شك وعزلة، وبيتقلب من قمة الثقة لقاع كره ونكران الذات. طيب ازاي نعرف الشخص ده؟ هتلاقيه بيتجنن لو حد انتقده، دايما عاوز ينتقم ويعيش في دور الضحية، بياخد كل كلمة ضده وانه كان المقصود بيها، دايما بيتكلم عن نفسه ومش بيهتم لحد، بيغير جدا لو شاف غيره وبيكسب اهتمام اكتر منه، واخطر حاجة بيعملها انه بيشوف الناس على انهم ادوات. وجودك في حياته مش عشان بيحبك، لكن عشان يثبت لنفسه بيك انه يستحق الوجود. ده كان اول نوع من النرجسيين، ونكمل باقي الانواع في الفيديو الجاي ان شاء الله. وبس، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، واشوفكم على خير في حلقة جديدة في الشارع.